ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمد فقي، الأمين العام لحزب الرفاه. سي محمد، سبق لكم أن نظمتم لقاء عالميا حول كشف الثروات المخفية والمنهوبة للشعب التونسي. هل لك أن تحدثنا عن هذه الثروات وعن عملية الكشف كيف ستتم؟ والله هو بالنسبة للثروات الباطنية في تونس عبارة أن نشبه بمثلث برمودا، يعني أو دائرة الموت. من يقترب من هذا المثلث فمصيره الموت، باعتبار وأن هناك عصابة وهناك لوبي قوي وقوي جدا من الاستعمار، من بداية الاستعمار إلى يومنا هذا، وهو متغلغل في ثرواتنا الباطنية، حتى أن الشعب التونسي أصبح واهم أو أصبح يصدق أكذوبة كونه تونس ما فيهاش ثروات. بالعكس، أنا أقول أنه تونس فيها ثروات باطنية وتونس فيها بترول، على عكس ما يروجون له، مقارنة بعدد الرخص الممنوحة في تونس، وهي 52 رخصة بحث. لا تزال إلى يومنا هذا هذه الرخص، ونظرا للتواطؤ الموجود نقول الإدارة التونسية وفساد الإدارة التونسية، نظرا للتواطؤ الموجود، فما زالت تخضع للأمر العادي. هذا الأمر اللي من 1948 و 1953 إلى كذلك مرسوم 1985 ما زالت هناك رخص تمنح بامتيازات. هذه الامتيازات تمنح لشركات البترولية، في حين تقعد إذا كان يعني القات البترول تقعد 50 سنة وهي تستغل. حتى مجلة المحروقات اللي جات 1999 أصبحت تعطي في امتيازات، يعني الشركة اللي تكتشف النفط تقعد تستغل فيه 30 سنة، والامتيازات للدولة التونسية راهي ما ترجعش، نقولها ونعاودها، ما ترجعش للدولة التونسية، هي في شكل ديبو دفان ياخذها. حتى أنه الشقيق ليلى بن علي، وهذا متعارف عليه، كونه عمل صفقة في بيبوتور وخذا الرشوة في دول الخليج، ودون ذكر هذه التفاصيل. يعني هذه المسائل بقيت إلى اليوم؟ بقيت إلى اليوم وتواصلت إلى اليوم، وهذا يتجلى في الخصام الذي وقع داخل المجلس التأسيسي عند تمرير القانون يريد بسط سيادة الثروات، بسط سيادة الدولة التونسية على الثروات. هذا في المجلس التأسيسي وقع هناك. هل يعقل أن هناك من يعارض قانون لبسط سيادة تونسية على الثروات الباطنية؟ يعني لولا وجود أناس أكفاء ووطنيين في المجلس، داخل المجلس التأسيسي، فرضوا فرضا على تمرير هذا القانون، حتى أنه والله والمهزلة هم من نواب في المجلس التأسيسي في حد ذاتهم يتكلموا ويقولوا أنه بالطابق الأول هناك مديرين لشركات أجنبية بترولية موجودين بالطابق الأول يراقبون عملية تمرير هذا القانون. نحن سي محمد، دعنا نبسط الأمر لعامة الناس. يعني هذه الثروات التي يتم نهبها لم يتم الكشف عنها والتصريح عنها يعني للعموم؟ لم يكن طبعا، لم يقع الكشف عنها او التصريح عنها للعموم، باعتبار أن المواطن التونسي في حد ذاته ما زال يوهم نفسه بانه ليس هناك ثروات باطنيه، ان تونس فقيره. يعني وهذا حتى في متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبالمنطق زاد انه الجزائر فيها بترول وتونس وليبيا فيها تفكير منطقي. ما فيهاش بترول. هذا شيء ما يقبلوش العقل، خاصه ان تونس وقعة صغيره. وزد على ذلك انه يا اخي انا ما عادش عندي، انا كمواطن تونسي ما عادش عندي ثقه في الاداره التونسيه، ما عادش عندي ثقه في دواليب الدوله. احنا نحب ماذا بينا نعملوا خبراء مستقلين، مش حتى تعينهم الدوله، معروفين عنا من الخبراء الاكفاء والوطنيين، وحتى خبراء من الدوله يا اخويا هم من يقومون بهذه المراقبه. زد على ذلك بدليل ان شركات البترول او باش نعرفوا الدوله ساكته، سرقات تتم عبر أنه تأخذ الشركة الأجنبية الخبرات التونسية في المجال البترولي وتخلصهم 5 أضعاف الشهرية اللي تخلصهم الدولة التونسية. وهذا إن دل على شيء فهي تريد على السيطرة على هذه الثروات الباطنية والسيطرة على الشركات، وأن تلجم الأفواه بالمبالغ الطائلة والمالية التي تمنحها لهؤلاء للخبرات التونسية التي تستقطبهم هذه الشركات البترولية. وثم زاد والله ثم بير في الجنوب التونسي لهنا الرخصة بتاعه تباعت لواحد تونسي ب5 مليارات، وهذه حقيقة. بعد ب5 مليارات تصور انت بقداش يبيعوا؟ من المفروض تكون في الدولة التونسية اللي احنا ماشيين نتسلفوا مش نعملوا في الاكتتاب، يبيعوا ب 230 مليار. يعني بير تونسي نورمالمون من المفروض أن الدولة التونسية، وهذا هذا بديهي، من المفروض أن الدولة التونسية تعمل مزاد علني،
انا عندي رخصه مش نعطيها للاستكشاف، نجيب الشركات الكل، والمزاد يرسي حتى تكون هناك مصداقيه وشفافيه، والمزاد يرسي على اي شركه تكون تعطي اكثر حصه. وكذلك شروط للدوله، لابد على الدوله ان تحمي نفسها، ما لباش دوله باش كيان. يعني اذا كان انت كدوله تكون ضعيفه امام الشركات البتروليه، وهو ما وقع حاليا، باعتبار ان الشركات البتروليه اصبحت اقوى من الدوله وتسيطر على الدوله، ووصلت الى الوزراء والمدير العام، لوبي قوي. يعني تونس توا حاليا اضعف من انها تواجه اللوبي هذاي. اذا الثروات التي تتمثل في الثروات البتروليه فقط، ام هناك ثروات اخرى منجميه يعني غاز، بصرف النظر عن ذكر الملح. يعني كل ثروات تونس موجوده تحت سيطره وتحت اداره هذه الشركات الاجنبيه. سي محمد، كيف سيتم التفاعل مع هذا الملف، وكيف سيتم الكشف وفضح هذه الممارسات؟ والله بالنسبه لفضح هذه الممارسات، نحن رانا ما احناش ساكتين، نحن وطنيين، نحن ما عندناش حتى العلاقه يعني حتى نكونوا في الاطار. راهو الاحزاب تذوب وتنتهي وتمحي من خلال في كيان الدوله، واحنا لهنا رانا نحبوا نكونوا متواجدين بكثافه، ونحاولوا نوعيوا المواطنين. شنو كاحزاب احنا نوعيوا المواطنين باش نقول لهم يا مواطن فيق، يلزمك تتكاتف، يلزمك تحط اليد في اليد، على خاطر وقعت السيطره من رجال الدوله ورجال الاداره. انت تعتقد حتى بعد الثورة، يعني تصور أنت نحكيو بالثورة، يعني بعد الثورة الإدارة حتى في عهد العرايض راهو فهمتني، الإدارة تقدم تمرير لتجديد الرخصة. احنا توا أنت عندك كشركة أجنبية عندك رخصة، هي من المهازل أنه الرخص تتجدد ثم تتمدد ثم يكون عندها ملاحق. كيف سيتم إيقاف النزيف؟ ايقاف النزيف هو بالايقاف، يعني قانونيا ايقاف النزيف لابد من، هو لا محاله بالقانون. راه يمكن مجله الطاقه او العقود هي تكون قانونيه بالاساس، ولكن لابد من وقف هذا الاطار، باعتبار هناك الاستغلال الفاحش لهذه البلاد ولمصالح هذه البلاد. لابد، انا في اعتقادي حتى باش ما نقولش التاميم، لابد من صياغه قانون جديد وضروره تغيير مجله المحروقات التي اصبحت باليه منذ 1999. مجله المحروقات راهي لا تفي بالحاجه، وبالتالي زين العابدين وقت اللي كان في دواليب الدوله راهو كان معناتها هو يجيه المقدار نتاعو، يعني يعبر عنه بالبود فان ويعطي رخص اتويا ترافير. يعني سليم شيبوب معروفين هذوما الاقطاب هذوما معروفين، حتى انه ما نحبش نذكر الاسماء. هناك من هو من يتبوأ مكانه مرموقه وتبوأها بعد الثوره ولا يزال يتسيد علينا الى يوم الناس هذا، وهو عنده شركه، لا بدون ذكر اسماء، لا ولا معروف، لا معروف، كاد المريب ان يقول خذوني، ولكن هو لوبي من بين اللوبيات. حتى الاداره التونسيه ما عادش نجم، خرج من ايديها الجام، ما عادش نجم تعمل حتى شيء. اذا لابد ان تكون هناك اراده شعبيه فقط لا غير. شكرا.